اليوم 2 جانيوري 2011 حالفنا الحظ أن نشوف أستاذ نوري الراوي في مطعم الصمد بدبي. شلونك أستاذ نوري؟ أهلا وسهلا بك. فرصة سعيدة أستاذ نوري، بالحقيقة أنه هذه فرصة بغير موعد بالفعل وهي أجمل من المواعيد. شنو ذكرياتك عن الفن العراقي الأصيل، الفن العراقي المعاصر والرواد العراقيين؟ والله الذكريات لا يمكن حصرها في حوار أو يعني حيز ضيق، وإنما تتجلى في كتاب نعم أو تسجيل شامل لحركة التشكيل في العراق اللي بدأها الرواد. أمثال من أستاذ نوري؟ أمثال فايق حسن وجواد سليم وعطا صبري وفرج عبود النعمان وآخرين وإسماعيل الشيخي. نعم. كل هؤلاء هم أساتذتنا، بدأنا معهم في عام 1954. 1954 يعني تعتبرها انطلاقة الفن العراقي المعاصر. وتأسس يعني معهد الفنون الجميلة في سنة 1940. نعم. أما وأنا دخلت هذا المعهد في سنة 1940، لكني لم أستطع الاستمرار فيه لأني كنت متخرجا من دار المعلمين، ولم أستطع أن أداوم مساء لأن المكان بعيد بين الرستمية التي كنت أمارس التدريس فيها نعم وبغداد. على أي حال، في الفرصة التي سنحت لي في عام 1954 دخلت المعهد مع الراحل الكبير فنان كاظم حيدر وآخرون. نعم. منهم غالب ناهي وغازي السعودي، آخرين يعني من الذين شكلوا الحركة التشكيلية ما بعد الرواد. إذا أنتم كنتوا الجيل اللاحق لجيل الرواد طبعاً. اللي ذكرتم حضرتك مثل فنان كانوا طبعا. نعم. اللي ذكرتهم يعني فايق حسن وجواد سليم وعطا صبري واسماعيل الشيخلي وفرج عبود. فأنا كنت مثلا مع إبراهيم عبود. نعم. وكاظم حيدر. نعم. وغازي السعودي. إبراهيم عبو اللي هو أخو فرج عبو. أي نعم طبعا. بس الأصغر سنا. راح درس بإيطاليا وشكلنا أول جماعة فنية في ذلك الوقت ونحن طلاب في معهد الفنون الجميلة. نعم. جماعة الفن المعاصر. نعم نعم. كنت أنا وغالب ناهي وكاظم حيدر وإبراهيم عبو يعني أقمنا المعرض الأول، ولكننا لم نستمر طويلا. نعم. نشأت بعدها يعني جماعات أخرى يا أخرين. أما ذكرياتي عن الفنان الراحل العزيز فرج عبود، كان عزيز علينا جدا لأنه كان يعني صديق. نعم. وليس أستاذا. نعم. ولا زلت أحتفظ بإحدى لوحاته التي أهداها لي. نعم. وأعتز بها. هذا الرجل الحقيقة درسنا تاريخ الفن، ولا زلت أحتفظ بالدفتر الذي كان يملي علينا مواضيع تاريخ الفن منذ العصور الحجرية حتى العصر الحديث. نعم. سفر تاريخي طويل امتد سنوات المعهد، واعتبره من المراجع المهمة في تاريخ الفن، لأنه كان يبحث
يعني يسجل خلاصات تاريخية كان يمليها علينا في دفتر لا زلت أحتفظ به فيما قبل. أستاذ نوري، شنو رأيك بأسلوب فرج عبو بالفن وكيف أثر بالحركة العراقية؟ الحقيقة هو درس في مصر وتأثر بالفنانين المصريين ثم في إيطاليا ترسم خطى الفن الواقعي. رسم مثلا النوتية، السفانة المصريين ومشاهد مصرية مختلفة. أضاف إلها دراسة جديدة في إيطاليا، فاكتسب خبرة الفن الحديث، فن الأوروبي الحديث. أي ولذلك أنجز لوحات فيها الكثير من التجديد والحداثة، وكان يمزج بين يعني الرؤية الحديثة بالفن والتراث العربي. نعم، يعني يجمع ما بين العراقي والأوروبي. نعم، ولذلك كانت فيها روح زخرفية. نعم، لأن الفن العربي هو زخرفي. نعم، مليء بالتفاصيل. لكنه كان يخرجه إخراج حديث بتصورات حديثة وبتقنيات حديثة وبرؤية حديثة. هذه المسائل الحقيقة كانت تبهجنا كثير ونحن طلاب في تلك المرحلة الزمنية التي كان فيها المعهد في بدايات يعني تاريخه المفعم بالإنجازات الرائعة. والحقيقة رفض الحركة التشكيلية بالعديد أو بالمئات من الخبرات والممارسات اللي شكلوا حركة التشكيل العراقي. هم كلهم يعني نتيجة الدراسة في معهد الفنون الجميلة التي هو الينبوع الأول للفن العراقي والرؤية العراقية والروح العراقية التي كانت تسود. وكانت في تلك الأثناء جميع الفنانين يطرحون مشروع أو رؤية أو حلم بتأسيس مدرسة عراقية بالفن. نعم نعم، أي فيها الحداثة وفيها يعني التأثر بالطابع العراقي القديم، يعني الرمز العراقي، طابع الحضارات العربية العراقية القديمة. نعم، المزج بين الماضي والحاضر، يعني المزاوجة، مبتدعات الفن الحديث وتراث الفن العراقي الأصيل السومري والبابلي. هل نجح الفنان فرج عبو في أن يخرج بطابع متميز يمزج الأسلوب العراقي بالأسلوب الأجنبي؟ نعم، حقيقة هو كان يتميز بطابع خاص. كل واحد من الفنانين الرواد كان له مدرسته الخاصة وأسلوبه الخاص المتميز. نعم، فكان متميزا بأسلوبه وبحثه نعم عن الجديد، عن ما هو جديد. نعم، وطبعا لكل فنان من مثلا يعني فايق إلى أسلوبه الخاص. نعم، حافظ الدروبي إلى أسلوبه الخاص. أسلوبه الخاص. عطا صبري التزم بالواقعية ورسم المشهد العراقي بشكل مباشر يعني. نعم. زين أستاذ نوري، شو تقدر تسمي الفنان فرج عبو؟ شو تطلق عليه؟ الطبيب، الجراح والفنان علاء بشير أطلق عليه عبارة ملك الظلال، كونه كان يستخدم الظلال بتفاوتات وبتقنية عالية. والله هذه الحقيقة يعني ايش تقدر تسميه انت؟ يعني هذا شيء جديد في يعني عن اسلوب فرج عبو. نعم.
وطبعا هذه فيها التفاتة جدا ذكية إلى عمل يعني وجهده في إخراج أشياء جديدة للفن الحديث اللي هو مزيج نعم بين الواقعية، بين الرؤية الخيالية، بين الحداثة الموجودة في الفن الأوروبي المعاصر. أستاذ نوري شكرا جزيلا على وقتك. تحب تضيف شيء من الأخير؟ أنا الحقيقة يعني أذكر هذا الرجل بكل تجلة واحترام، لأنه ترك في نفوسنا أطيب الذكريات، وكان صديق ورفيق ودمث الأخلاق وحسن السلوك في كل تصرفاته معنا، لأننا لم نكن طلابا بل كنا أصدقاء، كنا أحباء، كنا فريق واحد. شكرا أستاذ نوري راوي، الله يعطيك الصحة والعافية. سلمك الله.